أهلا بيكم في قناة سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنفرز التوم مع بعض بطريقة سهلة جدا وبسيطة، واللي ما خزنش توم بقى يلحق مع بعضينا قبل ما خلاص بقى بدأ ينشف نخزنه مع بعض بطريقة سهلة جدا. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعيني بلايك واشتراك وتفعل الجرس. يلا نروح مع بعض على فيديو التخزين بتاعنا. انا جبت بقى حوالي 20 كيلو من الثوم. وبعدين هبدأ ان انا افرز منه شوية في الفريزر وشوية هنشفه عادي جدا زي ما احنا بنربطه كده اهوت، وبنسيبه ينشف. وبنحطه مثلا في اي حاجة في اي مكان، طبعا ينفع يكون مناسب ان احنا نخزن فيه الثوم بتاعنا وهو ناشف. بس انا حبيت ان انا اخزن شوية احطهم في الفريزر. تمام. اول حاجة بجيب الثوم بقطعه بالشكل ده، بقطع العنقود من فوق بالشكل ده، وبعد كده ببدأ أشيل الراس اللي هي من تحت عشان أبدأ أقشر التوم بتاعنا. بنحاول نشيل كل الفصوص بتاعته من القشرة. هنستخدم في الطبق دوت هنرمي فيه القشور اللي هي مش نضيفة، وبعد كده هنجيب طبقين تاني علشان القشر اللي هيطلع النضيف دوت. بعد ما بنشيل الطبقة اللي هي بتبقى مش كويسة بنبدأ بنشيل اللي هو القشر بالشكل دوت، علشان القشر دوت هنعمل بيه وصفة حلوة جدا هتشوفوها معايا اخر الفيديو. فمحدش يرميه خالص. قشر الثوم ده بجد يعني بيبقى في منتهى الجمال. بيبقى حلو جدا من اللي بنيجي نستخدمه في وصفات تانية. خليكم معايا لغاية اخر الفيديو هنشوف مع بعض احنا هنعمل في القشور بتاعة الثوم ايه. تمام. في البداية بقى ببدأ أخلع يعني بحاول إن بالسكينة كده هوت أفصص كل الفصوص بتاعة القشر بتاعة الثوم، ومش برميها زي ما أنا قلت لكم. طبعا لو الثوم عندك لسه أخضر، أنا الثوم ده كنت جايباه ومركون عندي بقاله يجي أسبوع أو أكتر من أسبوع كمان. بس مش عارفة بقى يعني كنت مكسلة إن أنا أعمله، وبعدين قلت لأ أنا هخزن منه شوية كده. عشان برضو كمية كبيرة وفي الآخر بتيجي في الآخر بتبدأ تبوظ معانا، وبيبدأ التوم بيبقى يعني بيفضي. تمام. بخلع كده بالشكل دوت التوم، بس بعد كده أنا بشيل القشرة الخارجية خالص بالسكينة زي ما احنا شايفين، بفصصه خالص من كل القشور بتاعته. لو التوم عندك لسه أخضر، أنا يعني عشان خاطر إن أنا سبته فترة طويلة فهو نشف معايا. فلو الثوم اخضر عندك ومش عايزه تشيل الطبقات الخارجيه دي وتفرميه كده مفيش اي مشكله. تمام. خدت برضو بالشكل دوت بالسكينه بقطع العنقود بتاع راس الثوم. بشيل برضو في الطبق اللي احنا بنعمل 3 طبق للطبق اللي هو الحاجات القشور اللي هي مش نظيفه طبق، والقشور النظيفه طبق. تمام. بنشيل بالراس بتاع يعني بحرف السكينه بالشكل ده راس اللي هي بتبقى فيها طينة، طبعا لازم نتخلص منها. وبننضف كويس قوي القشر اللي هو مش نضيف. بعد كده بجيب بقى القشر اللي هو برضو ايه بالشكل دوت، ببدأ انضف كويس قشور الثوم. وبعد كده هوت هنشوف هنعمل ايه مع بعض. طبعا لو هو اخضر مش هيتعبك خالص، انا يمكن تعبني لاني قعد فترة عندي في دولاب البلكونه، وبعد كده خرجته بدأت اعمله. بصوا انا بوريكم اني بفصصه بالشكل ده. هكمل بقى الكمية وبعد كده هوريها لكم. تمام. بصوا انا فصصت طبعا الكمية كبيرة مش هقدر افصص كل الثوم، انا هعمل بس الكمية زي ما انا قلت لكم. الثوم عندي فصصته بالشكل دي، وده القشور اللي هي النضيفة. بصوا بوريكم ان هي نضيفة زي الفل. هنركنها دلوقتي على جنب لغاية ما ما نفرم الثوم بتاعنا. بصوا الثوم بالشكل ده كله فصوص اللي هي متقشرة خالص. في كبة بقى عندي كده ببدأ احط كمية الثوم اللي تناسب الكبة بتاعتي، وبعد كده بفرمها. تمام. اهم حاجة وانت بتفرمي الثوم يعني يا ريت يستحسن ان انت ما تنعمهوش قوي، بل بيبقى يعني مدي سنة كده هو يعني بتبقى خشنة شوية، بيكون افضل من هو يبقى زي المية وانت بايه بتفرميه. تمام. في الوقت دوت انا مش بضيف اي حاجه غير بعد ما بفرم الثوم. اخر حاجه بقى وانا بضرب بقى اخر ضربه او اتنين ببدا اضيف معلقتين من الملح. الملح طبعا ماده حافظه بتحافظ لي على الثوم. بصوا يعني انا بعد ما فرمته بدات احط معلقتين من الملح. تمام. طبعا الملح بتاعك حسب الكميه اللي انت هتستعمليها. طبعا انا يعني انا عملت الكميه دولت معاكم، لكن هريح طبعا لان ده كميه كبيره، وهعمل تاني هفرم برضو كميه تاني، وبالباقي برضو هفضل ايه يعني هسيب شويه انشفهم. تمام. بعد ما انا فرمته بالشكل دوت جبت بقى اكياس عاديه خالص بتاع التلاجة.
بدأت اخد الكمية المناسبة للكيس واطبطبها بالشكل دوت بايديا واسويها كويس جدا. وبعد كده بقى لو موجود عندك متوفر دباسة او سولوتيب نلزق بيها الأكياس بتاعتنا. تمام. بقسم التوم بالشكل ده كده، بعد ما انا بطبطبه بجيب السكينة بظهر السكينة من ورا، بروح عامله له التقسيمات دي. ليه؟ علشان لما اجي اخرج التوم يبقى سهل معايا، ما يتعبنيش، وفي نفس الوقت اخد بالمكعب واستخدم على قد الوجبة اللي انا بعملها. بصوا بالدباسة ببدأ ادبس بالشكل ده الكيس. بصوا كده بيبقى مفيش اي ريحة توم في التلاجة وبيبقى حلو جدا. بصوا الكمية معايا بالشكل ده. هنعمل كمان كيس. برضو بطبطب وبساوي الكيس كويس جدا، واهم حاجة نخرج لو في اي هوا داخل الكيس احنا بنخرجه بحرف السكينة كده، يعني على ظهرها، وبنبدأ نسوي الكيس بتاعنا. فطبعا لو مش متوفر عندك دباسة بسولوتيب، او ممكن تربطيه كويس ربطة عادية اللي احنا بنربطها بتاعة الكيس، بس اهم حاجة ما يدخلش في هوا عشان التوم بتاعك يفضل محتفظ بلونه، ويعني يقعد معاكي من السنة للسنة التوم معاكي يبقى زي الفل. ده الكيس التاني. خلصت بقى كمية التوم اللي كانت موجودة، عملت لي 4 أكياس بالشكل دوت. طبعا كل كيس انا كنت بعمله بحطه على طول في الفريزر علشان ما يبصي معاكي ويغير لونه. تمام. بعد بقى ما انا خلصت التوم، خدت القشور بتاعة التوم زي ما انا وريتها لكم، رحت بقى حمصتها في فرن البوتاجاز. احنا بنحمصها بالشكل ده، اهم حاجة تحمصيها حلو جدا. وبعد ما بتحمصيها بتخرجيها، بتبدأي بقى تكسريها بالشكل دوت. اهم حاجه كسري فيها كويس جدا عشان ما تغلبكيش، وبتاخد وقت معاكي في الخلاط او في الكبه وانت بتفرميها. بصوا احنا هنعمل بالثوم دوت اللي هو الثوم البودر. تمام. بيبقى فعلا ريحته بجد تحفه. انا في الكبه بدات استعمل الكبه، بس للامانه يعني انا استعملتها ما نعمتليش الثوم معايا خالص. يعني هي دوبك كسرته واديته يعني تنعيمه بسيطه جدا، لقيته برضو ما عجبنيش، فانا استعملت الخلاط. فانتي براحتك خالص، لو انتي حابه تدي يعني تضربيه شويه في الكبه وبعدين ترجعي تضربيه في الخلاط، اللي هي المطحنه بتاعه الخلاط، لغايه ما يوصل عندك بالقوام ده والنعومه دي. اداني بقى بودره بتاعه التوم بجد ريحتها فظيعه، يعني بجد خرافه، غير اللي انتي بتشتريها من بره خالص. هنجيب بقى برطمان يكون طبعا مغسول كويس جدا ومتنشف. هنبدأ بقى نحط فيه كمية التوم بتاعتي. دي طلعت معايا الكمية ديت، بجد ريحتها تحفة، هتقعد معاكي فترة جميلة جدا. اللي جرب بقى وصفة التوم تخزين التوم يا ريت يكتب لي في التعليقات. بستنى تعليقاتكم لان بجد تعليقاتكم كتير بتبسطني. ولو عجبكم بقى الفيديو بتاع النهاردة يا ريت يكون فيديو النهاردة عجبكم واستفدتوا منه. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تشجعني بلايك واشتراك وتفعلي الجرس. استنيني الفيديو القادم. باي باي.